السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المهندس نسيم سويد، و بكمل كلامي عن موضوع القانونيات وشعاري الكلمة الصادقة والمعلومة الصادقة للجميع. أنا اتكلمت في فيديوهين قبل كده عن جهة الولاية وعن وضع اليد. النهاردة هتكلم عن الريف المصري. كتير جدا بنسأل نسمع أرض، يعني إيه ريف مصري؟ يقولك هي دي ريف مصري؟ هي دي محافظة؟ هي دي كذا؟ أنا قلت لكم في حاجة اسمها جهة الولاية، فخلينا في الأراضي اللي جهة الولاية بتاعتها هي شركة تنمية الريف المصري اللي أنشئت في عهد الرئيس السيسي بغرض استصلاح أو استكمال البرنامج بتاع الرئيس السيسي اللي هو استصلاح 1.5 مليون فدان. او كبدايه، يعني لمشروع ال5 مليون فدان، فكبدايه 1.5 مليون فدان. اتكلمت قبل كده ان شركه تنميه الريف المصري كجهه ولايه ممكن تعمل كذا نوع من الاراضي. يعني ممكن تيجي تعمل مبادره، مثلا مبادره 5 فدان مثلا، والشباب يروحوا ياخدوا 5 فدان وياخدوا مثلا بيت وزريبه ويبتدي يشتغلوا. ممكن تعمل نشاطات تانية، ممكن تعمل يبقى في تبعها مثلا وضع يد. من افضل الجهات الولايه اللي بتتعامل في موضوع وضع اليد دوت شركه تنميه الريف المصري. ليه؟ بتروح في ملف وضع يد، صدر له امر دفع، الراجل ده هيتنازل، هيتنقل باسمك، هتبتدي تدفع القسط الاول. بس عيبه ايه او مشكلته فين؟ نفرض انت واخد مثلا 20 فدان، وراح الراجل وضع يد نازل لك، وانت هيصدرلك امر دفع عشان تبقى ايه يعني مظبط نفسك. هتلاقي مثلا ال 20 فدان دول، الفدان مثلا مربوط ب50,000 جنيه. خلاص، فانت ال50,000 جنيه دول هتدفعهم على 5 سنين. فانت النهارده مطلوب منك تدفع دلوقتي وقتي، غير اللي انت لسه دافع تمن الارض مثلا 20,000 ولا 25 ولا 30,000. مطلوب تدفع لل20 فدان دول 200,000 جنيه، والسنة الجاية 200,000، والسنة الجاية 200,000. ومطلوب اللي انت تستصلح وتزرع وتعمل البير والطاقة مثلا لو هم مش معمولين، او لو معمولين طبعا هيبقى سعر الفدان اعلى من كده، هيبقى سعر الفدان معدي 60 و70 الف جنيه و80 الف جنيه. طيب، ايه بقى الاراضي بتاعت اللي هو بيت القصيد وموضوع الفيديو ده بتاعت شركة تنمية الريف المصري؟ يقول لك ريف مصر وشركات بتبيع. مش الشركات دي ما بتبيعش اراضي مباشرة، هي ما ينفعش تبيع ارض. طب امال ايه قانونيات الموضوع؟ وانا رايي قانونيات، انا مشتري كده برضه، انا واخد كده، يعني مش بقول ان هي حاجه وحشه ولا حاجه حلوه، انت اللي تحدد الوحش والحلو. انما بقول لك النظام القانوني ايه، لان على فكره نصيحه، انت لما تيجي تشتري ارض وتقول هروح لمحامي، ما تروحش لمحامي تحت البيت عندك او جنبيك او جارك تقول له النبي شوف لي قانون، مش هيبقى عارف. وهتبص في الاغلب هو عاوز يامن نفسه او يعمل ان هو خدمك او كده، يقول لك ده ما تاخدش الارض دي، ملهاش قانون، ما تاخدهاش. وممكن يضيع عليك فرصه استثماريه مثلا. ليه؟ لانه مش عارف. او لو قال لك خد واعرق، هو برضو مش عارف، فممكن يدبسك. طب امال اروح لمين؟ عاوز تستشير مثلا محامي، وهتلجأ لمحامي علشان النواحي القانونية وكده، روح لمحامي في المكان اللي بيتباع فيه اراضي. روح لمحامي مثلا في الواحات البحرية، روح لمحامي في الفرافرة، في الخارجة، في الداخلة، في الوادي الجديد بصفة عامة، في واحد باريس. لو هتاخد في المنيا روح في محامي مثلا في القرى والمدن اللي قريبه من الاراضي الصحراويه اللي بتتباع، علشان يكون ليه تعامل وشغال وعارف النظام ايه بتاع الامور دي. طيب، خلينا انا اقول لكم برضو المعلومه اللي عندي. النهارده شركه تنميه الريف المصري، لو انت عاوز تاخد ارض لازم تكون شركه. يعني تروح انت الريف المصري، السلام عليكم يا ريف مصري، انا عاوز اخد ارض من حضراتكم، يقول لك روح اسس شركه. وانا عندي شركه استثمار زراعي بالمناسبه يعني، بس لسه ما خدتش ارض باسمها يعني. آه، تروح تقول لك اسس شركه تنميه الريف المصري، اقول لك اسس شركه. ايه نوع الشركه؟ شركه تنميه الريف المصري بتشترط عليك ان تكون شركه من اتنين لا ثالث لهما. اما شركه
مساهمة مصرية شركة أسهم، إما شركة ذات مسؤولية محدودة. خلي بالك الشركة ذات مسؤولية محدودة فيها وجه شبه مع الشركة المساهمة. إيه هي؟ إن هو فيها نظام حاجة اسمها حصص، يعني المشاركة فيها بنظام الحصة مش السهم. يعني يقول لك الشركة دي كمثلا رأس مال المصدر بتاعها 5 مليون جنيه مقسمين على 5000 حصة، يبقى الحصة قيمتها 1000 جنيه. الشركة المساهمة معروفة، دي شركة مثلا مساهمة مثلا ب5 مليون، السهم بجنيه، يبقى دي فيها 5 مليون سهم مثلا، أو السهم ب10 جنيه يبقى فيها 50,000 سهم، وهكذا. فأنت لازم تأسس إما شركة ذات مسؤولية محدودة بنظام الحصص، إما شركة مساهمة مصرية، وبتشترط عليك إن الشركة دي تكون مدتها 20 سنة على الأقل. أقصى مدة في القانون للشركة ذات المسؤولية المحدودة هي 25 سنة، فغالبا اللي بيروح يأسس شركة بيريح دماغه ويعمل أقصى مدة ممكنة. طيب رحت السلام عليكم يا شركة تنمية الريف المصري، عليكم السلام، أنا أسست شركة مثلا ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة وعاوز أخد أرض. يشترط عليك إيه؟ إن أنت هيوريك الأراضي اللي عنده، يقول لك والله أنا عندي مساحة مثلا 1000 فدان في الحتة الفلانية، ومساحة مثلا 200 فدان في الحتة الفلانية. طب في أرض في الفرافرة، في أرض في المنيا، في أرض في غرب المنيا. بالمناسبة الأرض بتاعت غرب المنيا الملوحة بتاعتها بتوصل 3000، بتاعت غرب المنيا بس توصل 600 جزء في المليون. غرب المنيا بتوصل 3000، وهم صادقين يقول لك الملوحة هنا في غرب المنيا بتوصل 3000 جزء في المليون. طب ده هيعوقني في ايه؟ هيعوقك في ان انت نوعية الزراعات، يعني في ناس بتزرع 3000 جزء في المليون وممكن تزرع نخل بالمناسبة يعني كمان. فهو بيعوقك في ان انت تبقى انت عارف نوعية الزراعات ايه وهتتعامل ايه. خلي بالكو، مفيش ارض خالية من العيوب، مفيش حاجة اسمها ارض من غير عيوب، لا، في كل ارض فيها بس، وهتصرف علشان تعالج العيوب دي. بس هو السؤال هتصرف كام علشان تعالج العيب؟ او يعني انت لو فيها ارض القانونيات 100 ومناسباك من الناحيه القانونيه، والموقع مناسبك، وطبيعه التربه مناسبك، هتصطدم بان دي ارض فقيره العناصر في الاخر لانها ارض صحراويه. فلازم تنزل مثلا سباخ وخدمه بعينك وعافيتك، لازم تعمل مثلا بركه عشان تامن، لازم تعمل كذا. فانت السؤال تكلفه السؤال الصح بعد موضوع القانونيات وبعد طبيعه الارض، تكلفه الاستثمار كام او الاستصلاح ايه. وهبقى اكلمكم برضو على شويه حاجات في النواحي الاداريه، بس مش عاوز اشت يعني عن موضوع الحلقه يعني. ما تنسوناش يا اخوانا في اللايك والشير، عشان عاوزين ننشر القناة، عاوزين نكبرها شوية، احنا لسه حتى ما وصلناش 1000 مشترك يعني. فانت النهاردة عملت شركة ذات مسؤولية محدودة، ورحت الشركة التنمية الريف المصري عرضت عليك أرض معينة. الأرض دي ممكن يكون فيها خدمات، يعني ممكن يكون فيها بير، ممكن تكون من غير بير، ممكن يكون فيها بير وفيها بيفوت كمان، ممكن تكون من غير بير ولا من غير بيفوت، واخد بالك. ممكن تكون بير 750 متر، ممكن تكون بير اعماق، واخد بالك، ممكن يكون بير فوار. تمن الارض دي بيتحدد بناء على الخدمات اللي موجوده فيها وعلى الموقع بتاعها. يعني مثلا اخر مره رحت كان من حوالي ما يقرب من سنتين، كان الفدان في الفرافره ب17100 جنيه، لو فاضي لو من غير بير، بتاخد ارض صحراء فقط، ولا فيها بير ولا فيها طاقه ولا فيها اي حاجه. ما كانش، كان البيفوتات خلصت وكان اللي بالطاقه خلص والحاجات دي كلها. فكان في ارض ببير، كانت الارض ام بير اللي في الفرافره ب 42000، وكان بتتراوح يعني ايه ماينس بلس، يعني يقول لك لو في الفرافره نفسها مثلا بيبقى مثلا ب 42000، لو في مش عارف في ارض الريف المصري في الحته الفلانيه تبقى ب 39000. فهي خلينا انا بقول كان الكلام ده من سنتين علشان خاطر ما حدش يجي يقول لي النهارده السعر كام، انا بتكلم من سنتين. ممكن يكون السعر على فكره لو دخلت كتبت على جوجل الرقم الساخن لشركه تنميه الريف المصري، محترمين جدا وبيردوا عليك على طول من اول رنه وبيدوك كل المعلومات اللي نفسك فيها. فالنهارده هو انت بتختار هتاخد ارض بدون خدمات بدون بير ولا هتاخد ببير. طيب هو بيشترط عليك انك تكون حاطط 25% من اجمالي سعر الارض في حساب بنكي باسم الشركة علشان تبتدي تتعامل معاهم وتاخد الارض. يعني نفترض ان انت هتاخد
مثلا 200 فدان، خلاص هو اقل حاجه هتلاقيها 230 240 فدان. وخلي بالك بتديك في العقد بتكتب لك تقريبا والعبره بالقياس النهائي، فانت ممكن تاخد 236 فدان ساعه القياس تطلع 240 250 230، فليك وهتاخد عليك وهتدفع. خلاص، فانت النهارده خدت 200 فدان بتضربهم في 17100 او مثلا في 42، نفترض ان الفدان ده ب 40000، في 200 فدان عمل 8 مليون. يبقى انت لازم تكون حاطط 2 مليون في البنك على الاقل عشان يرضى يديك الارض. تيجي انت اداك قطعه ارض وهتستلمها وخدت ال 200 فدان دول وخدت احداثياتهم، بيبتدوا ياخدوا كام من ال 2 مليون؟ ياخدوا 20% من ثمن الارض، مش هياخدوا ال 25% كلهم. يعني ال 2 مليون دول هياخدوا منهم 1,600,000 تقريبا، ويسيبوا لك 400,000. طيب دي رقم واحد. رقم اتنين، لو انت واخد ارض وانت اللي هتعمل البير، احفظ رقم 14 سنة، هو بيديك الارض على 14 سنة. طب بتختلف في ايه ال 14 سنة دي؟ هقول لك من داخل ال 14 سنة. لو واخد ارض من غير بير بيديك سماح 5 سنين ما تدفعش ولا مليم، تستصلح وتزرع وتعمل بيرك وتعمل ميتك وتعمل كل حاجة. طيب وما اجي تدفع على 9 سنين، يبقى 5 زائد 9 سنين 14 سنة. طب لو خدت ارض ببير بيديك سماح 4 سنين تزرع، ولو هقسط بقيت تمن الارض، يعني انا متبقى عليها من تمن الارض مثلا دفعت للفدان مثلا 8000 جنيه ومتبقي 32000، هتدفع ال 32000 على 10 سنين. يبقى يا اما بتاخد ارض من غير بير خالص فتاخد 5 سنين سماح وتدفع على 9 سنين، يا اما واخد ارض بالبير تاخد 4 سنين سماح وتدفع على 10 سنين. في النهايه 14 سنه، بس بتقعد يا اما اول 4 سنين ما تدفعش حاجه خالص، يا اما اول 5 سنين ما تدفعش حاجه خالص. اتمنى الصوره تكون وضحت. طبعا في مجموعه من الاشتراطات بيشترطوا عليك ان انت في خلال اول 3 سنين تكون زرعت 60% من الارض خضرتها. بيشترطوا عليك ان في 5 حاجات شرهه للمياه ما تزرعهاش الا لو انت هتعمل صناعات. يعني مثلا انت النهارده هتزرع برسيم، هو البرسيم والقصب والرز وايه تاني يا اخوانا يا حبايب الخير بيحتاج ميه كتير، في 5 حاجات كده بيبقى محتاجين ميه كتير، قصب وبرسيم ورز يعني في 5 حاجات انتوا يعني الذاكره مش سعفان اللي انا اقولهم دلوقتي، بس انتوا هتبقوا عارفينهم اكيد يعني، وفكروني بيهم في التعليقات يعني. طيب انا عاوز اعمل انتاج حيواني، مش مشكله، ازرع برسيم اللي يكفيك الانتاج الحيواني. يعني نفرض مثلا ان الفدان بياكل مثلا 20 راس، يبقى انت من حقك وانت زرع 5 فدادين يبقى من حقك تربي 100 راس عادي، ازرع واعمل. وهم برضو الامانه في الفتره الاولانيه بتاعت الاستصلاح بيصهينوا، يعني ايه ما بيدقوش قوي، يعني ايه، بس ده مش هو ده الرسمي، مش ده الكلام الرسمي، انما هو بيسيبوك تزرع برسيم، تزرع مش عارف ايه، عاوز تروح جاي تعمل مثلا قصب كده كمصدات رياح حوالين اللي على ما تزرع، مصدات الرياح مثلا الجزورين ولا الكافور يطلع ولا المهوجني ولا الحاجه اللي انت هتزرعها ماشي. يعني ايه ما بيدقوش قوي، هم هدفهم ان انت فعلا تستصلح وتزرع وتنجح. بس بقى لما بيجد الجد وتعالى يا جماعه عينه انا او جم بعد ال3 سنين وهتبتدي تدفع القسط، او بعد ال4 سنين وهتدفع الاقساط بتاعتك، واخد بالك، لا لازم تكون ملتزم قانونا صح يعني. طبعا لما انت بتشتري من الريف المصري بتدفع 20% مقدما من قيمه الارض وبتاخد سماح 4 أو 5 سنين، تبتدي تاخد عقد من شركه الريف المصري. شركه الريف المصري هي الطرف الاول، والشركه اللي انت انشاتها اللي هي ذات مسؤوليه محدوده وشركه مساهمه هي الطرف الثاني. فيقول لك ايه، اشترى الطرف الثاني اللي هو شركه مثلا اجرولاند للاستثمار الزراعي، ده اسم شركتي